وبعد ما خرج سليم بالسلامة من المستشفى وروح البيت واخواته معاه، ودخل سليم الأوضة عشان يرتاح شوية، واخته مية قالت له انا عامله لك اكل بقى، انما ايه هتاكل صوابعك وراهم. ابتسم سليم بس ابتسامة ليس لها معنى، فمخ سليم مشغول البال بأجمل وأرق بنت شافتها عينيه. مش ممكن يكون بيحلم ومفيش سارة أصلا وكل ده خيال؟ ممكن. بيسمع سليم صوت الباب بيتقفل واخته بتقول اهلا وسهلا يا سارة اتفضلي. بيتنفض سليم من على السرير فجأة زي الضفدع، وبيقف على الباب الأوضة وبنفس الابتسامة البلهاء والتناحة على الهدف المرغوب. وبمشهد سينمائي سارة بتلف دماغها، قال يعني عشان شعرها يرجع لورا وبتاع. وسليم بيقول ايه المفاجأة الجميلة دي؟ ومي ردت شفت بقى، انا كلمتها عازمة على الغدا النهاردة. انا دايما بقول عليك انك بنت محترمة يا مي، وده رأي العيلة كلها مش انا بس على فكرة. وبتضحك ضحكة خفيفة كده سارة بتخلي سليم يكمل الابتسامة البلهاء بتاعته. وسارة بترد الحمد لله على السلامة يا سليم، يا رب تكون بخير. الله يسلمك، الموضوع ما كانش جامد قوي يعني، عادي حاجة خفيفة يعني. ويرد طارق اخو سليم خفيف ايه يا عم، ده انت كنت عامل زي الجثة. حبيب اخويا اللي مشرفني ومكبرني. وبكملوا ضحك كلهم، وبيقاطع سليم الضحك ده وبيقول لسارة ما تيجي افرجك على البلكونة بتاعتنا. ماشي يلا. وبيخش فعلا البلكونة ويتكلم سليم بصي بقى منظر جميل على الحارة، عم سيد البقال وعم فتحي الجزار الحرامي. ايه ده؟ ده في مرسيدس. يا نهار ابيض، عندنا مرسيدس في الحارة؟ يا للهول، اكيد بتاعت عم فتحي الحرامي، ما هو حرامي. وترد سارة وهي بتضحك لا دي عربيتي. الله اكبر، انت معاكي مرسيدس ما شاء الله. امال ايه اللي كان ممشيك على رجلك يوميها؟ النصيب بقى، كنت بتمشى عادي. هو انتوا قاعدين هنا لوحدكم؟ اه، بعد ما والدي ووالدتي توفوا واحنا التلاتة قاعدين في الشقة الجميلة دي، وشنا في وش بعض. هو انا ممكن اسألك سؤال؟ هو حضرتك بتشتغلي ايه؟ انا يا سيدي بشتغل. وهنا في نفس اللحظة بيرن موبايل سارة وبترد على المكالمة، وبتقفل وبتضطر تعتذر سارة من سليم انها مضطرة تمشي، وبتتعوض مرة تانية ان شاء الله. لو عجبتك القصة وعايز تشوف الجزء التالت اكتب في الكومنتات ودوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس.